السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وهنا رجعت لكم مرة أخرى. صراحة التفاعل ديال الفيديو اللي كان قبل عجبني بزاف، ولو داكشي كيبان لكم نتوما قليل، ولكن أنا بالنسبة لعندي يعني راه شي حاجة. هادشي اللي شجعني وخلاني أنني نعاود نزيد نسجل معكم اليوميات ديالي وداكشي اللي كيف كنخدمو هكا في المحل. هاد اليوم قررت نصور معكم هاد الكاب كيك اللي شحال من وحدة الصراحة كتسولني على المقادير، ماشي غير يعني في اليوتيوب، حتى هكا في المحل كيكونوا دايزين كيقول لي عافاك عطينا المقادير ديال الكاب كيك. وشحال من وحده الصراحه عطيت المقادير وربي شاهد الا بنفس يعني نفس المقادير اللي كنخدم بهم، وكتقول لي ما كيطلعوليش هكا مشققين وكيف كيجيو ديالك. المهم انا حاولت اليوم نصور هذا الفيديو هذا باش نوضح فيه ونعطي بعض الاسرار اللي كيخليهم هكا يعني يجيو ناجحين ويجيو هكا مشقين من الفوق، وكيجيو عاطينك المنظر مزيون بلا ما تزينوهم، يعني كيجيو هما يعني عاطينك المنظر بلا تزيين. فاول حاجه كنخدم يعني كندير الطريقه اللي كنخدم في الكيك يعني نفسها تقريبا. كندير البيض، عندي 3 البيضات، عندي كاس ونص ديال سنيده، كاس ونص الزيت، وعندي كاس ونص ديال الماء هكا عادي من الصنبور، يعني تقدروا ديروا الحليب ولا ديروا اي حاجه. والدقيق تقريبا 3 الكيسان. المهم انا الدقيق صراحه كنحاول دائما ما نعطيش هكا في الكيك، لان كل دقيق وكيفاش الطريقه ديالو صافي. وتقريبا 2 معالق ونص 3 ديال الكاكاو. فانا هنا درت البيض كيف كتشوفوا، درت داك الفاني بودر. صراحه كيجي يعني الريحه ديالو زوينه، كيتلف ديك الزفوريه ديال البيض. صراحه ما كنستغناش عليه، واخا ندير اي نكهه كيف ما بغات تكون. فكيف كتشوفوا دابا درت النكهه ديال القهوه. ومع ذلك دائما كنضيف ديك معلقه صغيره هكا ديال الفاني بودر، فكتعطي واحد الريحه زوينه وواحد المذاق، وما كتبقاش ريحه البيض نهائيا لا في الكيك لا في الجينواز حتى حاجه. يعني كيف كتشوفوا دائما كنخدم بها. صافي هنا كنحاول ما امكن نضربك غير شويه، راه ماشي بزاف، هنا غير لما هكا يعني بيض شويه داك الخليط، وما تضاعفش الحجم يعني نقولوا تضاعف مره، انما غير شويه باش كيجينا الكاب كيك ديالنا هكا مهوي من الداخل. صافي ضفت كاس ونص سنيده. هنا كنضيف الزيت، فنفس الطريقه اللي كندير في الكيك، يعني كنبقى كنضيف الزيت بالتدريج بحال اللي كنطلع هكا المايونيز. فهاد الطريقه هذه ديالي انا غير معتمده، يعني من ديما كنديرها، يعني سواء مزروبه سواء غير هكا كنخدم عادي. فهذه هي الطريقه اللي كنعرف ندير صراحه، وما عمري ما كنبدلهاش، لان ما صافي هذه الطريقه اللي ولفت كنخدم من دائما. كنضيفها حتى فاش يعني حتى واخا ما كنكونش دايره الضراب ولا العجانه، كندير غير في مولينكس. فهذه هي الطريقه اللي كندير صافي، والحمد لله دائما كتجيني نتيجه رائعه. فهنا كيف كتشوفوا خفت السرعه ديال الباتور، وضفت داك الكاس ونص عادي، يعني ما طايب ما سخون ما بارد، عادي من الصنبور. ضفتو نيشان للخليط ديالي، كنخلط غير واحد شويه، المهم غير على ما كنحس بان الخليط ديالي انسجم صافي. وكان هنا كينتهي الدور ديال الباتور. كنجيب غير سباتولا عاديه باش كنخدم، ولا تقدروا ديروا في ديال اليد، الضراب اليدوي، يعني ماشي ضروري انكم تخدموا بالضراب. صافي هنا غادي نضيف الكاكاو، تقريبا 3 المعالق عامرين ديال الكاكاو، باش كيجيني يعني داك الكاب كيك عامرين بالنكهه ديال الكاكاو، وفيهم مذاق ديال الشوكولا، وفي نفس الوقت هذاك اللوين كيجي فيهم مزيون بزاف. وبالنسبه المخابز صراحه انا ما كنديرش هذه القضيه هذه، ولكن المخابز داك اللون اللي كتلقاو في الكاب كيك ولا في الكيك كتلقاوه تقريبا بحال بوردو بحال كرونه، ما عرفتش كيفاش داك اللون المهم ديال الكاكاو كيكون مزيون. فهما كيضيفوا هنا شويه ديال الملون احمر باش كيعطيهم داك اللون. انا صراحه راه ما كنضيفوش، علاش؟ لانني كندير كيعجبني المذاق ديال الكاكاو. فهما راه كيديروا غير شويه وكيضيفوا داك اللون ديال الملون احمر، كيعطيهم يعني داك اللون، يعني بلا ما كيضيفوا الكاكاو بزاف. انا هنا كندير 3 المعالق كيف شفتوا صافي، ما كنحتاجش انني نضيف داك الملون، كيجيني يعني اللون ديالهم مزيون. هنا ضفت الدقيق، وضفت 2 معالق صغارين معمرين ديال الخماره بقيمه تقريبا 21 غرام، يعني 3 الخمارات ديال الحلويات. وضفت تقريبا 4 كاس ديال الخل. فصراحه الخل يعني كيعطي كيف كنعرفوا كيخفف لنا الكيك، كيحيد الزفوره ديال البيض، وفي نفس الوقت يعني كيجيو خفاف من الداخل. صافي هذا هو الخليط اللي غادي صافي هكا كنحصل عليه. فكيف كتشوفوا يعني كيكون ثقيل شويه على الكيك العادي.
ما كيكونش يعني خفيف بحال كيف كنديروا الكيك، وانما غتزيد واحد المعلقه ولا جوج على الخليط ديال الكيك. كيكون شويه المهم شاد راسو باش كيجينا يعني هكا طالع. والمهم انا دائما كنزيد تقريبا يعني واحد جوج معالق ولا ثلاثه ديال الخليط ديال الكيك، ماشي نفس الخليط ديال الكيك، يعني غتقلوه واحد شويه. صافي هنا كنحاول نديرهم في الكويغطات. فكيف كتشوفوا هنا تقريبا كنعمر الكويغطات، كنخلي غير واحد ما كاملش سنتيم، المهم يعني ماشي النص، بحال 3/4 ديال دوك الكويغطات غتعمروهم. صافي باش كيجيونا يعني الكاب كيك ديالنا طالع ومنفوخ. الا في حاله ما يعني كان عندنا مثلا غنخدم بهم هكا في اعياد الميلاد، ولا غادي نزوقهم هكا بلا كريم شونتي من الفوق، فراه كنقص شويه، يعني ما كنديرش هذا القياس هذا كامل. صافي وهنا غنبقى مستمره. فانا دوك 3 البيضات كيعطيوني 24 حبه. فهذه الخدمه اللي كنخدم يعني يوميا. ما كنبغيش ندير بزاف باش ثاني ما يبقاليش، وكندير يعني هذا القياس هذا باش ما كنبقاش ندخل الفران ونعاود نخرج. الا كانت عندي يعني شي كوموند، ولا مثلا كان شي عطله ولا شي مناسبه، فكنضاعف الكميه كنخرج هادو عاوتاني كنعمر وحده اخرين. اما في الايام العاديه فكندير هذا العدد هذا هو القياس اللي كندير. صافي الله يجعل شي بركه، يعني كيجيو هما هادوك. صافي هنا نحاول ما امكن نقادهم هكا في الكويغطات. هنا السيده اللي معايا راه كتاخذ في الكرص، فتا هما الا بغيتوهم وبغيت نشارك معكم الاسرار ديالهم، ما عليكم غير طلبوهم مني، وان شاء الله غادي نحاول ما امكن في اقرب وقت نشاركهم معكم. صافي هنا كيف قلت لكم غنستمر وغادي ندخلهم مباشره الفران، عكس لي فيديو اللي كنت درت قبل قلت لكم خصهم واحد نص ساعه ولا اكثر. فهنا ما كيحتاج، غير هو السر اللي كيخليهم انهم يطلعوا وهو الحراره. يعني انا كيف كتشوفوا الفران راه كنجهد ليهم الفران، ما كنخليهمش يعني انا نار مهيله بحال الكيك، وانما كنجهد ليهم الفران كنخليهم تقريبا ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. يعني هذا هو الوقت كيطيبوا بواحد السرعه، وفي نفس الوقت كيجيونا مفقعين ومشققين من الفوق وطيبين من الداخل، وما كيجيوش قاصحين، يعني كيبقاو رطبين حتى لا قدر الله باتوا عندي يعني ما بقاوليش. كنديرهم هكا في السلوفان ونخشيهم في الثلاجه، كيبقاو زوينين. يعني الا غدليه في الصباح كنبيعهم، يعني كيبقاو هما ما كيتبدل، ما كيشحتوا ما كيكرموا ما حتى شي حاجه. هذا هو يعني الشكل النهائي ديالهم. وهذا هما لي كاب كيك ولا المادلين اللي معتمدين عندي واللي كنخدمهم دائما وكيعجبوا الكليان ديالي الحمد لله. يعني كلشي كيشكرهم وكيعجبوهم. كنتمنى نكون استفدتوا معايا، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. غادي نخليكم بعض الصور اللي كنخدمهم، يعني كيف قلت لكم بالكريمه ولا على حسب اعياد الميلاد. هادو بعض الافكار خليتهم لكم. نتمنى تشجعوني، نتمنى تفاعلوا معايا كيف ما تفاعلتوا معايا في الفيديو اللي قبل. وحتى لهنا ما بقى لي ما نقول لكم الا بسلام عليكم، الى فيديو قادم بحول الله.